ازيكم يا شباب تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنحل التقييم التاني بتاع الوزارة، وزي ما قلت لكم جزئية الحل دي جزئية مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي بتكمل الفول مارك بتاع حضرتك. طيب تعالى يلا ندخل على تاني لسون، وكان تقريبا من اهم واصعب اللسون في شابتر 4 اللي هو الاكسكريشن. فلو انت ما اتفرجتش على الحصه الاساسيه موجوده على المنصه، لو انت ما اتفرجتش على الملخص موجود على اليوتيوب، ولو انت دلوقتي المفروض حليت الهومورك برضه هتلاقي الفيديو بتاعه. ودلوقتي خلاص احنا في اخر مرحله وهي حل اسئله الوزاره او التقييمات بتاعه الوزاره. قال لي the two organ responsible for formation and disposal of urea. disposal أو التخلص من اليوريا هم مين يا ولاد؟ الليفر والكدني. الليفر هو اللي بيكون اليوريا وبيديها للكدني بتخليها اليورين وبيتخلص منها. طيب بعد كده بيقول لي a cup like swelling. ايه اللي بيكون اول ما تشوف كلمة cup like swelling؟ اللي هي الباومن كابسول، سهلة جدا ومعروفة. The aortic branch that enter the kidney in its concave. طبعا احنا عارفين دي الكلى بيبقى فيها الارتري اللي داخل على الكدني كان بيبقى اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه renal artery. يبقى هنقول الاجابه ايه؟ renal artery، اللي هو الارتري اللي بيبقى داخل على الكلى علشان شايل الويستس ومستني الكلى تنظف الدم من الويستس. طيب بعد كده بيقول لي the kidney stop performing their function. ايه المرض لما الكلى بتبطل تشتغل؟ اللي هو مرض الفشل الكلوي، اللي هو kidney failure. طبعا كلنا عارفين كلمة fail، ها؟ مش هتكلم بقى. طيب نكمل يلا بينا. Explain where the following process occur within the kidney. عملية الفلتريشن يا ولاد بتحصل فين؟ بتحصل في الباومن كابسول. في الباومن أو ممكن نقول عليها الجلوميرولس. اوكي، طب عملية السلكتيف فري ابزوربشن بتحصل في باقي النفرون اللي هي الفيرست تيوبيول واللوب اوف هانل والسكند تيوبيول. يبقى هنقول الفيرست والسكند تيوبيولز او نفرك تيوبيولز، وكمان بتحصل في اللوب اوف هانل. اوكي يلا بينا نكمل. نمبر بي بقى بيقول لي patients with the kidney failure. المريض اللي عنده kidney failure are advised to take to reduce their need for an artificial kidney device. طب أنا شخص عندي kidney failure، إيه أهم أو إيه أوحش أكل ممكن يعمل لي ويستس مضرة؟ اللي هو البروتينز. فلو أنا عندي kidney failures أنا لازم أبعد عن البروتينز، يعني لازم أبعد عن الميلك والميت والليجمس اللي هي البقوليات لأن فيها بروتينز. أمال آكل إيه؟ آكل vegetables. طيب نمبر 2 when filtration process fails. لما الفلتريشن بتفشل، عملية الفلتريشن بتفشل اللي بتحصل في الباومن كابسول، ده معناها it mean a defect. يعني أنا already خلاص جاوبتها، ده معناها إن في مشكلة في إيه يا ولاد؟ مشكلة في الباومن كابسول، لأن عملية الفلتريشن بتحصل في الباومن كابسول. طيب نكمل يلا بينا. A duct connected to the kidney and transport urine drop by drop. مين الدكت اللي بتجمع البيبي نقطة نقطة؟ اللي هو مين يا ولاد؟ اللي هو اليوريتر، اللي هو الحالب. هما 2 ureters. اللي بعدها الفانكشنال يونت جوه الكدني وهو النفرون، هو ده اللي بيشتغل وبينقي الدم من البيبي وبيبدأ يمشي البيبي أو الويستس في الطريق بتاع اليورانري سيستم، والدم اللي نضف بيرجع تاني للقلب. طيب أو للجسم يعني. نكمل. Explain the function of a liver. كنت دايما أقول لكم إن الليفر ليه 4 functions. أول حاجة
اللي احنا كنا حاطينها فزورة ان الليفر هو مصفة السموم، اللي هي عملية الديتوكسيفيكيشن، يعني بيشيل السموم او بيكسر الحاجات التوكسيك، ما عدا الاكس طبعا هيفضل توكسيك طول عمره. طيب ايه تاني؟ عملية الميتابوليزم. ليه؟ لان احنا عرفنا ان الليفر الكبد بيدخل له الامينو اسيد، بيحولها الامينو اسيد الزياده الاكسس امينو اسيد بيحولها لايه يا ولاد؟ لليوريا. واليوريا دي بعد كده بتروح للكدني وتبقى يورين. ده كده نمبر 3. رابع حاجه الكبد بيعملها هي في الدايجيشن، في الهضم، لانه بيطلع البايل جوس لو انتوا تفتكروا. والبايل جوز دوت اللي كان بيعمل اول خطوه في هضم الفاتس. ولو انت برضو مش فاكر امتى الكبد بيعمل الميتابوليزم، لما الكبد بيدخل له الجلوكوز اللي هو السكر اللي انت واكله، وهو بيبدا يعمل له عمليه الانابوليزم ويبدا يخزنه على شكل ايه يا ولاد؟ على شكل جلايكوجين. برافو عليكم. جلايكوجين، ودي عمليه الانابوليزم، يعني هو جمع الجلوكوز لحد ما عمل الجلايكوجين، وده حاجه كومبلكس تتخزن في الكبد عشان وانت صايم في رمضان يبقى عندك اوريدي سكر متخزن نقدر نحرقه يعني بنرجعه الاول للجلوكوز، بنكسر الجلايكوجين يرجع تاني جلوكوز، والجلوكوز يتحرق بالاكسجين ويديك انرجي رغم ان انت بتكون صايم او ما اكلتش، لان الجلايكوجين بتاعك متخزن في الكبد بيتكسر ويرجع تاني جلوكوز، وبعد كده بيتحرق بالاكسجين ويديك الانرجي اللي انت محتاجها. طيب ندخل على اللي بعده، الويكلي evaluation اللي هو C. The highest concentration of the salts is found in. أعلى كمية أملاح، لسه كان في طالب بيسألني عليها، أعلى كمية أملاح يا ولاد هتكون موجودة فين؟ هو أنا لما بعمل بيبي بطلع أملاح؟ إذا أنا لو أنا لسه مدخل بالرينال أورتري أو أنا لسه داخلة على الكلى أنا معايا كل الأملاح، ولما باجي أخرج من الكلى ببدأ ألاقي فيه طريقين، طريق فيه الأملاح اللي أنا محتاجاها اللي هو طريق الدم، وطريق فيه الأملاح الزيادة اللي هو طريق اليوريتر اللي رايح على اليورينري بلادر. حلو الكلام. طب أعلى كمية أملاح جسمك 3/4 اليورين اللي أنت بتنزله هي أملاح، فأعلى كمية أملاح هلاقيها فين يا ولاد؟ إيه رأيكم؟ في الباومن كابسول اللي بتعمل فلتريشن، ولا في السكند كويلد تيبيول، ولا اللي في الكولكتنج داكت، ولا اللوب فانل؟ هو قال لك ان اعلى كميه املاح بتكون في الكولكتنج داكت. فحد هيقول لي ليه؟ ما انا لسه مدخل الاملاح، هيبقى في المفروض يعني لسه مدخل الدم على الكلى، اكيد في املاح كتير بس في ميه، والميه مخففه الملح، مخففه التركيز بتاع الملح، لكن لما انا بوصل للكولكتنج داكت بيبقى معظم الميه رجعت تاني للدم، فيبدا الاملاح تركيزها يكون اعلى لاني شفطت منها الميه فهي شافت نفسها. اذا اعلى كميه املاح هتبقى موجوده في الكولكتنج داكت. It is recommended not to consume excessive amount of A for a patient with the kidney failure. ايه رأيك؟ It is recommended، مقترح ان احنا ما نستهلكش excessive amount من ايه؟ ايه رأيكم؟ vegetables ولا fruit ولا brown bread ولا meat؟ ما ناكلش بروتين، ما ناكلش ميت، لان الميت ديت هي اللي بتبقى امينو اسيد، والامينو اسيد بتبقى اليوريا، والكدني لو فيها خلل مش هتعرف تخلصني من اليوريا. اللي بعده a duct connected to the bladder through the urine passes out of the body. اسمها ايه يا ولاد؟ اليوريثرا، اللي هي الانبوبه اللي بيخرج منها البيبي بعد البلادر، المثانه تلاقي فيه حته كده اسمها يوريثرا. آخر حاجة the narrow outer region of the kidney اللي هو الكورتكس، أكتر منطقة من جوه النارو outer region اللي هي الكورتكس. طيب بعد كده
explain the basic function of the kidney in human. هي ايه فايدة الكدني؟ والله بتنظف الدم من البيبي، فاحنا ممكن نقول ان هي بتكسكريت سوري على الخط المعفن ده، بتكسكريت الاكسسيف او الاكسس ووتر، المية الزيادة، السولتس الزيادة، بتكسكريت اليوريا او اليورين، اوكي، وبتعمل الاوزمو ريجوليشن. يعني ايه اوزمو ريجوليشن؟ يعني بتنظم كمية المية والدم والفيتامينز اللي انت محتاجها في جسمك. وبكده نكون خلصنا التقييم الاسبوعي الثاني، هنكمل الباقي كالعادة. لازم تتفرج على السمري بتاع lesson 3 علشان تكون جاهز تحل معانا على lesson 3. باي باي.